لو هختار وصفة أعمل بيها كفتة الفراخ يبقى لازم وأكيد أعملها بالطريقة دي، لأنها بتبقى لذيذة وطعمها حلو قوي قوي، وفوق ده كله إن هي ما بتاخدش أي وقت في التحضير. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في قناة اليوتيوب ولايك وشير للفيديو ده. المكونات اللي هنحتاجها بسيطة قوي قوي. هنحتاج حبتين من الفلفل، فص توم واحد، وبصلاية كده متوسطة، وكمان شوية من الخضرة شبت وبقدونس. باخد البصلة وأقطعها 4/4 علشان بس نسهل على الكبة إن هي تفرمهم كويس، وكمان بقطع الفلفل والخضرة والفص توم باخده كده وأحطه معاهم. باخد بقى الكلام ده كله وأحطه في الكبة. يا دوب كده ضربتين 3 في الكبة لحد ما ينعم معايا ويبقى عندي الخضار بالشكل ده كده. عندي هنا كمان صدر فرخة باخده وأقطعه تقطيعة عشوائية كده، كبيرة أو صغيرة مش هتفرق، كده كده هنحطه في الكبة علشان الكبة تفرمه. عندي كمان حتة كده من ليا الضاني أو دهن الخروف، باخدها أقطعها هي كمان وأحطها على الفراخ. عليهم ببتدي أحط معلقة كبيرة من هريسة الفلفل الأحمر والخضار اللي احنا فرمناه في الكبة، بسيب منه كده حوالي معلقتين كبار، وباخدهم بقى أضربهم في الكبة كده ضربتين 3 لحد ما الفراخ تنعم معايا والخضار يتداخل كده جوه الفراخ ويبقى عندي القوام بالشكل ده كده. وفي المرحلة دي بنبتدي نضيف التوابل. عندي فلفل اسود، نص معلقة صغيرة من القرفة، ملح، بابريكا، وكمان مكعب من المرقة، وربع معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر، ومعلقتين كبار من البقسماط. بحط كمان معاهم معلقة كبيرة من النشا. بنعجنهم بقى كويس جدا مع بعض لحد ما كل حاجة تتداخل في بعض وتديني كده عجينة واحدة. وفي المرحلة دي بقى باخد الطبق ده واغطي عليه بورق استرتش ولا حاجة، واحطه بقى في التلاجة نص ساعة لساعة على حسب بقى ما انتم مستعجلين. انا سبته بس في التلاجة كده يتشمع نص ساعة، وبعد كده طلعت الطبق وبدأت اشكلها. في الاول دهنت ايديا كده بدهنة زيت بسيطة وببتدي اشكلها. يعني بنبتدي ناخد قطعة من الفراخ ونشكلها بقى بالشكل اللي احنا حابينه. انا شكلتها على شكل بيضاوي كده بتديني برضو شكل حلو قوي، وكمان جبت العود الخشبي اللي هو بتاع الشيش طاووق وبدأت برضو اعمل فيها شكل كده، بيبقى برضو شكلها حلو قوي قوي مع الخطوط دي. طريقة تشكيلهم في منتهى السهولة ما شاء الله، ما خدوش اي وقت خالص، يعني في ثواني كده هتكونوا مخلصين الكمية كلها. وعلى طول بقى بناخد الطبق الحلو ده ونبتدي نسوي الكفتة بتاعتنا. عندي بقى طاسة سخنة على النار، بحط فيها معلقة كبيرة كده من السمنة، بستنى على السمنة لحد ما تسيح وتسخن. باخد الكفتة الحلوة دي واحطها بقى على المادة الدهنية لحد ما تاخد لون حلو من تحت كده. بعد كده بقلبها بقى على الوش التاني، وعلى طول الكفتة بتكون استوت معايا، لان الفراخ اصلا ما بتاخدش وقت في السوى، مجرد بس ما تاخد لون من فوق ومن تحت بتكون استوت وبقت جاهزة. مش قادرة بقى اوصف لكم قد ايه الريحة هنا وانا بسويها كانت خطيرة. ما تستغنوش بجد انكم تضيفوا حتة الدهن اللي احنا ضفناها كده في الاول، لانها بتخلي الطعم والريحة في حتة تانية. عندي بقى عيش التورتيلا ده بدهنه بالصلصة والفلفل الاحمر وحمصه كده في طاسة على النار، وبيبقى عندي بالشكل الجميل ده كده، وبيبقى ريحته حلوة قوي قوي. بالمناسبة كمان العيش ده انا اللي عاملاه في البيت. عملت معاها سلطة طحينة وسلطة طماطم وشوية بطاطس محمرة. حابين تاكلوها بالعيش او بشوية مكرونة او برز بسمتي، طعمها بيبقى حلو قوي قوي في كل الحالات. بتغمسوها بقى في الطحينة وبتاكلوها وبألف هنا. الكفتة ما شاء الله رهيبة، جوسي كده من جوه وطرية، أطرى من كفتة اللحمة بكتير. بتعملوا بيها كده سندوتشات بيبقى طعمها برضو خطير. بنحط الكفتة وعليها البطاطس وشوية من الطحينة وحبتين كده من الطماطم، وبتقفلوا السندوتش وبتدوقوا بجد أحلى طعم. لازم بجد تجربوا كفتة الفراخ دي، هتاخدوا منها طعم يجنن، وفوق ده كله مكونات على قد الإيد، وشكلها بجد يفتح النفس، وخطواتها سهلة ونتيجتها بقى أحلى من اللي انتوا هتتخيلوا.
وهو ده كان فيديو النهاردة. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملولي لايك تحت الفيديو، وما تنسوش تشجعوني بتعليق حلو كده، وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة يا حلوين.